السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إنفو إيطاليا الدارجة. موضوع حلقة اليوم بونوس كارجيفر. هذا البونوس اللي خصو الجوفيرنو ديال 1200 اورو بالنسبة لكاع الناس اللي هما عندهم شي إنسان في وضعية إعاقة في الدار ومكلف بيه شي حد اللي ما تيخدم ما والو. دار له هذا البونوس، تبعوا معايا باش نفسر لكم كيفاش تحصلوا عليه، او لا الا كنتو تتعرفوا شي حد بارطاجيو معاه الفيديو باش الفائدة ان شاء الله تعم الجميع. الحكومة خصات 250 مليار لهاد المانوفر ديال الكيرجيفر وقسمتهم لربعة الجروبات. دابا غنفسر لكم ان شاء الله علاش قسمتهم على ربعة الجروبات. الجروب الاول هما الناس اللي تهتموا بشخص اللي عنده اعاقه غرافي لمده على الاقل 91 ساعه في السيمانه وتعيشوا معاه. الجروب الثاني هما الناس اللي تهتموا بالشخص وعايشين معاه اقل من 91 ساعه في السيمانه، يعني وفوق 30 ساعه، يعني من 30 ساعه ل 90 ساعه. هذا هو الجروب الثاني. الجروب الثالث هما الناس اللي ما عايشينش مع السيد ولا سيده وتهتموا به 30 ساعة فما فوق. والجروب الرابع هما الناس اللي تهتموا بهذا الشخص لمدة سوايع قلال، على الأقل 10 سوايع وقل من 30 ساعة. ودابا غنمشي نفسر لكم إن شاء الله علاش داروا هذا التقسيم. بالنسبة لدابا الجروب الثاني والثالث والرابع تعترفوا بهم بأنهم خدامين مع الإنسان اللي هو معاق وتهتموا به، ولكن ما كاينش الفلوس بكفاية باش يعطوهم البونوس. فهاد البونوس اللي قلنا تيخص الجروب الأول، يعني الشخص اللي هو تهتم بالمعاق لمدة على الأقل 91 ساعة، فهذا غيخصو له البونوس ديال 1200 اورو كل 3 شهور. ما هما الشروط باش إن شاء الله تستافدوا من هذا البونوس؟ أول حاجة خاص الإنسان يكون عنده واحد ليزي قل من 15000 اورو. وتاني حاجة الإنسان اللي مهتم بالشخص المعاق ما خصوش يكون خدام، أو لا يكون خدام وعنده واحد راديتو قل من 3000 اورو في العام، 3000 اورو في العام. بزاف الناس تيسولوا واش ممكن نستافد من هذا البونوس واخا تنشد لاسينيو اونيكو او لا تنشد لاسينيو دينكلوزيوني، واش ممكن انه يزيد ليا في ليزاي. فهاد البونوس ما داخلش لا ليزاي وما تيمنعكش انك تستافد من لاسينيو اونيكو ومن لاسينيو دينكلوزيوني، فهو نون فاريديتو كبونوس. بزاف منكم تيتسائلوا وفين ممكن ندير الدوماندا لهذا البونوس. فالوزيره المكلفه بالاعاقه خصات 1.5 مليار ليمبس باش ممكن تبنيو حسيتو، اللي هو ممكن يوليو يديروا فيه الناس الدوماندا عن طريق سبيد، او لا اللي ما تيعرفش الكمبيوتر ولا التليفون ممكن يلتجئ للسنترو اسيستنسا فيسكالي ولا الباتروناتي باش يساعدوه يدير الدوماندا. ولكن ما نسبقوش الاحداث لان داكشي يلاه طور البناء. ان شاء الله مني كل جديد غنخصص لكم حلقه خاصه فين نفسر لكم كيفاش ممكن ديروا الدوماندا وشنو هما الشروطات النهائيه. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتبارطاجوا الفيديو مع الناس اللي هم مهتمة بالموضوع باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.